بهيج السعر $305 وبهيج مواصفات ريلمي راح تتربى على عرش الأجهزة المتوسطة. السلام عليكم. ريلمي اعلنت عن جهازها الجديد ريلمي جي تي نيو 5 اس اي اللي موجهته لمستخدمي الاجهزه من الفئه المتوسطه، وصراحه هاي الشركه تبدع باجهزتها اللي تنزل، ولو اغلب اجهزتها بها عيب واحد اللي هو عدم مقاومه الماء والغبار، لكن تعوضنا باشياء ثانيه، فتنطيك شاشه فلاجشيب بحجم 6.74 انش اوليد اللي تنطيك مليار لون وبدقه 2772 في 1240، وهالشاشه راح تجيك بمعدل تحديث 144 هرتز وبكثافه بكسلات 451 بكسل لكل انش وبدرجه السطوع 1400 نيت، يعني شاشه جباره بكل ما تعنيه الكلمه مخليها بهذا الجهاز وبهالفئه السعريه. الحلو بالموضوع اكثر انه الجهاز راح يجي بمعالج سناب دراجون 7 بلس جي 2، وهذا ثاني جهاز يجي هاي السنه بهذا المعالج. هذا المعالج يجي بدقه تصنيع ال 8 نانومتر و8 نواه. هالمعالج اثبت انه اقوى من سناب دراجون 888 واعلى من دايمنسيتي 8100 واعلى من اكزينوس 2100، فراح يقدم لك اداء نقدر نقول عليه رهيب فعليا، وحسب الاختبارات راح ينطيك اداء مشابه لاداء سناب دراجون 8 جي 2. الجهاز يجي ويا رام 8 او 12 او 16 مع ذواكر ال 256 او ال 512 او ال 1 تيرا، يعني راح تكون عندك ثلاث خيارات بثلاث اسعار مختلفه. هالجهاز يجي بثلاث كاميرات خلفيه كالمعتاد بهيج فئه، ال 64 وال 8 وال 2 ميجا بكسل. الكاميرا راح تنطيك عزل بالخلفيه بشكل اقوى، ووضع التصوير الليلي راح يكون متحسن، وتحسن التصوير بالذكاء الاصطناعي. وميزات ثانيه بالنسبه لتصوير الفيديو راح يصورنا 4K 30 فريم، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل راح تنطيك تصوير فيديو بدقه ال 1080 فول اتش دي. بالنسبه لصوت الجهاز فيجي بسماعتين ستيريو، وقبل لا ننسى الجهاز يحتوي على بطاريه جباره فعليا 5500 ملي امبير وياها شاحن بقدره ال 100 واط، يعني ريلمي حرج تسوي بهالجهاز هذا، منطيتك كاميرات وبطاريه واعتاد رهيب. بالنهايه لا تنسون اللايك والمتابعه، وهاي اسعاره بالنسبه لبعض الدول العربيه، وينطيكم الصحه والعافيه.